احلى قرار الاهلي اتخذه من فتره ان هو ما شاركش في البطوله العربيه. احنا شايفين المسابقه متنيله ب 60 نيله، تلاحم مباريات وتلاحم مواسم وضغط مباريات متتالي، وبالتالي يا جماعه احنا في حاجه مهمه، احنا مش عارفين ناجل مباراه المقاولين، هنروح نلعب البطوله العربيه بعد نهايه الموسم. فبصراحه عم كولر خد القرار الصح وقال الكلام الصح. احنا يا جماعه مش هنقدر ننافس على البطوله ديت، مش هنقدر نحقق العوائد بتاعتها اللي هي 6 مليون والبطل بتاعها، لان احنا هيبقى عندنا خروج من موسم صعب، خروج من موسم طويل جدا. اللعيبه لازم هتريح، عم كولر مش هيقدر يضغط على اللعيبه دي لان هتقع معاه في الموسم الجديد. فالراجل عايز معسكر كويس، عايز يعمل اعداد كويس، عايز يخلي الاداره كمان تختار مهاجم كويس. الاداره ما تكونش بقى مستعجله وتجري حوالين المهاجم، لا، يبقى عندك فتره راحه. كمان احنا الجمهور كمان يرتاح، الجمهور كمان نفسه يرتاح، ما نشوفش العك بتاع المهاجمين بتوعنا اللي قدام. فبالتالي الاداره قدامها فرصه كويسه جدا بعد ما الدوري يخلص تروح تجيب لها مهاجم، تدور على مهاجم كويس. كمان ان احنا نشوف عم كولر بيعمل معسكر مع اللعيبه كويس. ونرجع لحاجه، نقطه مهمه احنا قلناها في الاول، اللي هي احنا مش عارفين ناجل مباراه المقاولين، هنروح نلعب بطوله عربيه. يعني احنا لو رحنا لعبنا البطوله العربيه اللعيبه دي كلها تقع مننا، في منها الحلو هيقع مننا في بدايه الموسم. احنا شايفين اهوت مباراه القطن داخلين، عبد المنعم غايب، السوليه غايب، عندك عبد القادر غايب، محمود متولي غايب، خالد عبد الفتاح غايب، يعني نص الفريق غايب. لعيبه اساسيه غايبه جدا وبقالها فتره طويله، زي عمرو السوليه كمان غايب بقاله فتره طويله، بس شد في السمانه، قعد له يجي 7 8 9 مباريات من بعد كاس العالم، قعد له شهر كامل اهوت. فالوضع صعب عندنا بصراحه من تلاحم الموسم ده، موسم صعب جدا، اللعيبه بتعاني فيه من ضغط مباريات رهيب، اصابات عندنا كتير جدا، فبالتالي هنروح نلعب في البطوله هنخلص على نفسنا. فيا دار ما دخلك شر، وكفايه علينا المسابقه، وكفايه علينا الاتحاد اللي احنا مش عارفين فيه المسابقه اصلا بتبقى موجوده كل كام سنه. زي ما احنا شايفين، لا مسابقه معروف لها ميعاد من بدايه، لا معروف لها ميعاد من نهايه. كنا متفقين تخلص 31 6، بقى دخلت على 15 6 ودخلت كمان على شهر 7. فخلاص حلو قوي علينا كده.